السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم تكون لاباس. جيتكم اليوم فيديو جديد، فيديو تحضيرات الدجاج لشهر رمضان، او نقولوا عليها تحضيرات اسبوعية او شهرية، او تحضيرات المرأة العاملة. المهم تحضيرات مسبقة راح تنفعك، وراح نديرلكم قداه من طريقة بالدجاج. المهم برك يا البنات اللي دخلت القناة جديدة تعمل لي اشتراك، ما تبغيناش من داك الابوني، لانه راح تستفادي بزاف من القناة تاعي، فيها تحضيرات، فيها مشتريات، فيها روتينات تحفيزية، كل يعني ما راح تحتاجيه. وديري لنا جيم اللي يخلي الفيديو يطلع، وعلقوا لي على الفيديو البنات وقولوا لي واش رايكم، هل نتوما من الناس اللي دير تحضيرات او كونتر. وهذه تبقى امور شخصيه، كل وحده كيفاش تسير امورها، كاينه اللي مريضه، كاينه اللي عندها تربيه، كاينه اللي يد وحده تخدم. المهم كل وحده ادرى بامورها. نتوما برك ما تحكموش على الناس، احنا صحاب القنوات نحبوا ديجا نستبقوا لكم بالامور قبل هكا باه نتوما ديروا حسابكم. ودرك الوقت هذا راه الدجاج رخيص، على هذه حبيت ندير لكم هذا الفيديو. انا قلت تحضيرات رمضان ومش راح نخليها رمضان، راح نستعملها ومن ثم حيوميات كما يقولوا. واللي يحب يخبيها يخبيها، يعني كل واحد أدرى بأموره. هذا هي البنات، هنايا نبدا لكم. شفتوا الكمية تاع الدجاج اللي شريتها ماهيش بزاف، بصح راح نخرج لكم منها قداه حاجة تقدروا تستعملوها. هنا بديت لكم بالليكويس، راح نديزوسيهم باه نفرسيهم يا البنات ونطيبوهم. تحبوا تخليوهم كيما راهم. انا ما موالفه ندير مع المتتبعه تاعي، ما شغل انا جا شغل نوجدوا برك نشوطوا كيما نقولوا، ننظفوا نقسطوا ونخبيه. بصح المره هذه بما انه راح نستعملوا اليامات هذه، ولا بغات تخليوها رمضان يعني ما كاين حتى مشكل، راح نتبلهم. كل واحده كيف راح نتبلها والطريقه تاعها كيف ما هنايا راح ندير ليكويس فارسي. وهنا قاعده نحي لهم في العظام يا البنات، هنا قاعده نسرع لكم في الفيديو بركه باه ما يجيش الفيديو طويل بزاف وتشوفوكم تفهموا. هنا لازم يا البنات الموس تاعك يكون ماضي وتخدمي بحذر، ما تخدميش بالطريقه هذه لاني انا قاعده نزرب في الفيديو برك. تحاولوا كيفاه تقلبوها على ظهره كيما شفتوا، وتبداو تحكموا جهه العظم، ديما حكموا النص وشرحوا بشوي كانكم تسلخوا في كبش حتى توصلوا للعظمه، وتبداو العظمه هذيك تسلخوا فيها بشوي. المهم ما تجرحيش هذيك الجلده وما تجرحيش الحمل الاخر. هذا هي البنات. هنا الكويس اللي جاوهم لي راهم كبار، كاميرا باقا كيفاه مبيناتهم راهم كبار بزاف شغل. دركا هذاك اللي من الداخل درك نقولكم واش ندير بيه. أه هكا باه ما يجيكش خشين الحملي من الداخل. راح نحيوه ونديروا به وصفه اخرى. نتوما باك تابعوا الفيديو راح تستفادوا. ديروا جام يا البنات، اللي نسيت ما دير لي جام، كاين بزاف اللي ينساو يا البنات. شغل في الاول نجيبها لكم فيتاس هكا ما تشولهوش. ديروا لي جام درك يا البنات واشتركوني. ما تحرقوش الفيديو البنات، والله نتعبت فيه هذا، جبت فيه ويكاند كامله وانا ندير فيه، ودرك ندير في المونتاج وبنتي تبكي وسكتي. المهم والله غير تعبت يا البنات، هكا باه نفيدكم وانا تاني نستفيد من لي زابوني ومن المشاهدات باه نكونوا صراحه مع بعضنا. هنايا جبت ديروا بابي كويس بابي فيلم ولا حاجه. مهم انا جبت اكياس تاع شواء، مهم كيس يكون غذائي، تحطوه فوق هذاك الفخاد بعد ما تنحيلو العظام كامل، تشرحوه كيما هكاك وحطوه فوقه كيس وتضربوه بهذه المطرقه تاع اللحم. تحبوا بيها، تحبوا الدرع تاع مهرس، تحبوا بدرع تاع قراص. المهم انا قاعد نسهلكم في الامور هكا باه تطرحوها وتجيكم على استواء واحد، ماهيش خشينه في جهه وهابطه في جهه. المهم هنا كملتها يا البنات، والجلده هذيك البنات ما تشوطوهاش بالنار، حاولوا تنظفوها بركه. وهاني كملتهم كامل يا البنات. المهم درت معاكم واحده بركه، وكيعود الفخاد قلتلكم يخشين من الداخل يا البنات، نحيت له هذاك اللحم الزايد. درك نوريه لكم. لأنه يجي خشين بزاف، ما يجيش مليح ويجيك ما يخطيبلكش قادر. المهم هاي هنا البنات، ها واللحم اللي نحيته من الداخل، وعلى بالكم اللحم تاع الفخاد بنين على تاع الصدر. وهادم زوز فخاد ولا 3 رحت قسمتهم برك هكاك. وهادم الأجنحة تاني قصيتهم وشوّرتهم هادم على النار ونضفتهم مليح. بعد البنات ما حطيتهم في الخل والماء والملح المهم والفرينة كل مرة نبدل لهم ليلة كاملة البنات ونشفوا باه خدمت بيهم. هنايا جيت ندير جبت
إصدر يا البنات إصدر باه ديما نقولها لكم، باه يسهل لكم تعودوا ترحيوه ويجيكم خدمة مليحة وما يجيش هداك الدايب هداك، روحي غسليه نظفيه، المهم ديري له الأمور هذيك وخليه ينشف مليح مليح باش تخدمي بيه، هكا يساعدك وزيد ما يديرلكش ما يتأكسدش ما يخماش كيما نقولوا حاشاكم ولا المهم يدير كاش لقطة كل ما يصرالو والو يعني. جامي تحطي الدجاج تاعك في الكونجيلاتير فيه الماء، ديما حطيه ناشف. هنا بعد نص قصة مكعبات كما شفتوا راح نديرو مثلا في الكراتا تاع الدجاج تاع حاجة مخلطة بالدجاج، مهم في أي حاجة تسحق فيها الدجاج مكعبات هكا. ونص رحت رحيتو يا البنات، هنايا في هذه ريسيبيون حطيت فيها شويه توم شويه بصل معصور واحد المغرف هكاك ومعدنوس، ضفت لها حط لها هذاك الدجاج وحطيت شويه من الشابلير ودرك نحط التوابل، حطيت هذا الفلفل الأكحل ونحط توابل تاع الدجاج، والهنا راني موجده عظمه شغل ضربتها بالفرشيطه، ودكم حطيت الفلفل الأكحل توابل الدجاج والفلفل الأحمر وراس الحانوت زنجبيل، المهم عبالكم الدجاج راه يحب التوابل، وهادم توابل تاع الفرماج يعطيوك نكهة الجبن في الماكلة تاعك اللي تخدميها بالجبن، زيد تعزي النكهة. هذا هي البنات وهذا راس الحانوت مهم حطوا توابل اللي حبيتو، وانا حطيت كمية من البيض على حسب كمية الدجاج ما تكتروش بركة، وما نساوش اكيد الملح وقطعة من الزبدة. الزبدة مليحة في الدجاج يا البنات تحمدلو اطراوة وبنة. نخلط المكونات كاملة مع بعضها، تحبوا خلطوا بمغرف خلطوا بيديكم، المهم خلطوها حتى تمتزج جميع المكونات. هنايا ضفت الملح ونبدا نخلطها حتى تحصل، هنا دخلت فيها يدي ما كاه كيما خدمت اليد ديال البنات، المهم خلطها مليح مليح بعد ما ضفت يدي كلشي وجيت. ها هي الحشوة او العجينة تاع الدجاج، وهنايا جبت كمية من الجبن وشوية معدنوس وشوية فرماج راح نحشي بها هذاك الدجاج، تحبوا تحشيوها بالفرماج بارك، تحبوا ما تحطوش المعدنوس، تحبوا بالروز تحبوا بالفيونداشي، المهم انا جبت لكم هذه الحشوة وانتم لكم الاختيار. هنايا واش راح ندير يا احلام، راح ندير اليقطينات، ندير شغل درك نشوفوهم هذوك اليقطينات المحشيين بالفرماج، تحبوا قلت لكم بالفيونداشي كيما حبيتو، انا جبت لكم طريقه عفوا سهله ومش مكلفه بزاف. هنايا في صحن باهي يسهل عليك العمليه حطينا البابي فيلم لازم تحطوه، وحطيت كميه من الدجاج، وهنايا باه نسوي الوضع جبت زيت برك ولا ماء وطرحوا هذاك الدجاج بيديكم هكا شغل ديروا دائرة مفتوحة باه نحطوا فيها الحشوة من الداخل. وهنا هداك الفرماج قلت لك نخلط مع شوية معدنوس وشوية توم، عم بالكم الفرماج والمعدنوس والثوم راح يمدلك واحد النكهة ما شاء الله بنة على الكيف. المهم خلطتهم البنات كيما قبل الفرماج، هنا رحت زدت الكمية للأمانة، هنا درت بك معاكم شوية ومن بعد رحت زدت لأنها مش راح تكفي، هذه على حسب واش حابة انتيا. ندير شغل كريات بيدي بركة هكا ولا نحطهم طول مباشرة في وسط هداك الدجاج. درك ندور لكم الكاميرا وتشوفوها، ها هي البنات حطيت كريه من الفرماج، ما تكثروش بزاف يا البنات لانه تخافوا تسيح منكم. هنا نهز الكيس بيدي كيما هكا نحاول شوفوا البنات الطريقه هذه تلموه بشوي بصح تخرجوا الهواء، تحكموا يد كمل تحت كيما هكا وتخرجوا الهواء منها وتقفلوها، مش تقفلوها وتخليو فيها الهواء راح ما تفسد معاكم. هنايا نحكم البابي فيلم تاعي ونضغط عليه بصح مش تضغطوش بزاف لانه الخيط زيد راح يضغط عليها، خليه شويه طريه في يدك ماهيش مسيريه بزاف، والحجم كيما حبيتو، انا حبيتها متوسطين ما حبيتش صغار خلاص يجيو هكا ما عندهم لماه، ما حبيتش الكبار خلاص تاني. هنا درت الكميه كامله، المهم قلت لكم انا درت كميه بركه ماش راح ندير كميات كبار، المهم راح نستعملهم من اليامات هادم انتم كيما حبيتوا التحضيرات. هنايا راح ندير بودة تاع الرولي،
بنفس الدجاج هذاك بعد اللي داويته، أنا قلت لكم جبت نعت لكم قداه من طريقة. نفس هداك الخليط تاع الدجاج جبت هنايا بابي فيلم، طرحته يا البنات وراح نحط الدجاج بعد ما نطرحه على شكل مربع أو مستطيل على حسب مثلا تشودي راح طيبيه في الكسكاس تاعك ولا تفوريه ولا ديري حساب وما ديريش واحد طويل خلاهم بعد تحصلي فيه ديريهم متوسطين. المهم هنا طرحته كامل على هذا الشكل ونجي نحشيه من الداخل. تحبوا بالفيونداشي تحبوا بالفرماج بركة، انا درت غير فرماج هكا يا البنات وندورو ونكون تحصلت على رولي تاع اللحم تاع الدجاج مش تاع اللحم مرحي. زعما تحبوا ديروه بالدجاج واللحم مرحي مع بعضاهم تطرحوه من نفس ديروا طبقة بالطبقات ولا ديروا شغل تطرحوه كيما هاك تحطوا بودان صغير تاع فيونداشي. المهم كاينه اشكال وانواع. انا قلت لكم بنفس الحشوه درت لكم زوز حوايج. نضغطوا مليح بابي كويسون باه ما عنده وين يتحرك. هنايا نحكم على الحواف ونحاول زيد نضغط ونقفل عليه بهذه الطريقه. انا درت معكم كميه صغار بركه قلت لكم باه نوريكم. هذا هو الرولي تاعي. هذه تحضيرات البنات راح تساعدكم بزاف. تعود وحده مريضه وحده خدامه درك عاد لا بغا مش خدامين البنات دوك عاد رمضان محسوب يجينا في فتره الامتحانات. هذه ما راح تساعدكم ديروه مثلا قبل رمضان بالشهر بشهرين. دجاج نورمال راح يقعد في الكونجيلاتير ما يصرالو والو. والناس اللي تقول لك لا ما تحطه في الكونجيلاتير ومش مليح ومرض وما حبيت نقول لهم بركه اللحم تاع العيد واش ديروا له نتوما عم بالنا كامل نذبحوا لك باش ويبقاو بالشهوره في الفريجيدير. وكاين حتى اللي يقعد لهم 9 شهور ونورمال يا البنات. يعني لا داعي لتفلسي في الزايد. اللي حب يدير يدير اللي ما حبش واحد لا تغطى عليه يا البنات. قلت لكم هذه تبقى امور شخصيه كل واحد ادرى باموره. المهم هنا فتكم اللقطه شفتوها كيف هربت هاي البنات. تحطوها في اللي ما يعرفش يحطها في غرفيه هكا ويخدم بصح هاي ساهله يا البنات. ديروا شغل على النص عقدوها وزيدوا ديروا النص الاخر وبقاو كل نص قسطوها على 2 وعقدوها هذا مكان. وزيد نصحكم ما تضغطوش عليها بزاف لانه الدجاج كي راح يطيب راح يتنفخ وتفسد معاك. ديروا بصح ما تزيروش بزاف. هنا نديروها على شكل يقطينه والفصوص هذوك تحكموا فيهم انتم العدد. هذا هنا درت معكم وحده والاخرين درك نكملهم في الكواليس. ونديروا هذا الخيط البنات خيطه ويتباع عند اللي يبيعوا لوازم تاع الطبخ هذوك تاع الحلويات خيط غذائي. وهذا هي البنات هناك تعودي راح تستعمليها مره خلاف تغلفيها بالبابي الومنيوم وتخبيها وطيبيها عفوا. هنا نجيو الطريقه الاخرى. هنا قاعده نوجد في الماريناد حطيت كميه من الزيت حطيت الفلفل الكحل الفلفل الاحمر الحار حطيت راس الحانوت الملح. المهم التوابل اللي حبيتو تنكهوا بها. وحطيت مغرف من لايور طبيعي ما صورتش برك البنات ولا حذفت المقطع والله ما على بالي. حطيت توابل تاع الدجاج. مهم التوابل اللي تحبوا تنكهوا بها قلت لكم الدجاج راه يحب التوابل. هنايا هذوك الكويس اللي نحيت لهم العظام تاعهم وطرحتهم وكل شيء رايحه نتبلهم يا البنات. نحط لهم هذه الطبقه من التتبيله ونخليهم يقعدوا ساعتين اكثر. المهم انا درتها الحق درتها ليله كامله هكا تشربوا مليح وعطيت روحي وقت البنات لانه التحضيرات هذه نتوما تشوفوا في فيديو فيه 22 دقيقه ولا 23 انا اللي درته بالك في 60 ساعه. هذا هي البنات هنايا بعد ما بات ليله كامله وتشربوا مليح مليح وجات النكهه يعني كي نفتح الفريجيدير نشم هذيك الريحه تاع التتبيله روعه يا البنات. هنايا نجي نخدم هنا مش راح نديرهم البنات ننصحكم ما ديروهمش على شكل يقطينه. جربت تاع اليقطينه بكري وجربت هذا اللي راح نديره لكم درك شغل بودا هذا خير يا البنات. يجيكم طايب ما تخافوش منه ما يجيش قاسي. ننصحكم بهذا خير.
اللي يقضينا خليوها غير للحم كيعود مرحي او الدجاج كيعود مرحي. هنايا نحط بابي فيلم في صحنه ولا في على سطح العمل، ونحط هذاك الكويس. وهنايا الطريقه هذه متجاهلوهاش، نحيو حاولوا كيفاه تنحيو الجلده على اللحم هكا باه ما يجيش الجلده في النص. هكا الناس كي تروليوه ما تجيكمش هذيك الجلده في النص وما طيبش وكل شيء. انا راح نخليها على شكل غلاف بركه، ومن بعد كي يطيب وكل شيء نحمرها وتملي هذيك النكهه. هنا شوفوا مش راح نديرو هكا برك، راح ندير له الحشوه. هنا عندي الفيون داشي، بعد ما حطيت له شويه بصله شويه ثوم فلفل كحل والملح وشويه زبده وعجنته مليح. اللحم رح يحب لازم يتعجن. درتها ماكا درتو حطيته في الوسط كيما شفتوا. وهنايا جبت الفرماج من احسن ديرو يا تاع المثلثات نوعيه مليحه، ولا ديروا هذا تاع ريجي حاكم روحو البنات، ما ديروش تاع البيدون هذاك ولا تاع الطلي لانه راح ما يجيكش من بعد باين وما يجيش مليح. روليوه كيما هكا. شوفوا الجلده تبقى برك على الاخر، مش شرط تغطي كلش، ليسونسيال تلمها لك كيما هكا. شوفوا يعني يجي روعه. وهنا قاعده نقول لكم تحبوا تخيطوه ولا تحبوا ديروا الطريقه تاعي، من الاحسن ما تخيطوه ما والو، ديروا بالبابي فيلم كيما هك كيما هكا البنات على شكل رولي ولا، وتقفلوا هذا مكان هنايا. ونحاول كيفاه ندخلو ونعقد الحواشي. هنايا ما تسيروهش بزاف لان راح نديروه بالخيط، ما تسيريوهش بزاف، خليوه مرخوف يا البنات لانه الخيط راح يزيريه. هاو بنات هنا المقطع سامحوني راح لي. المهم عقدوا بك بالخيط، ديروا دوروا روليو عليه يعطيه شكل مليح، وراح زيد يحكموا البنات ما يخليهش يتفك. وكي تعودوا راح طيبوه تغطيوه بابي في الومنيوم عفوا، وطيبوه تعودوا راح تحمروه تفتحوه هذا مكان. وشفتوا هذاك اللحم اللي نحيتوه من الفخذ هذاك من الداخل لانه الفخاد الكبار نحيت منه، راح ندير هذا ديك التتبيله اللي فضالت على الكويس هذوك، زدت عليها توابل تاع الشاورما، ودرت هذه الحشوه تاع الشاورما يا البنات. تحبوا تقليوها، تحبوا ديروا بها قراطه، تحبوا ديروا فيها حشوه تاع بالخبز التورتيلا، المهم كيما حبيتوا. واش نقول لكم بالك هذا هي احسن حاجه درتها بين هذه التحضيرات. بنينه 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 لاني استعملتها البنينه ما شاء الله يا البنات. هنا خليت حتى هي باتت ليله كامله، انا تتبيلات كامل بقيتهم ليله كامله هكا امتصوا مليح على غردهم، وهكا باش شغل نخدم بنظام وبنظافه. هنا جبت هذم الاكياس هذم تاع التجميد، صح كان بهم هما خير ما ديروش بهذوك الخفافه البنات، راه ما همش تاع التجميد، هذوك تاع السكر. ديروا هذم البنات تاع زيبلوك ملاح، يحكموا لك الحاجه يحافظوا لك عليها وتجيك منظمه في الفريجيدير وما تقطعش. هذا هي وصحيين تاع التجميد. نيا حطيتها كيما هكا وراح نخبيها. يعني قداه درنا من حاجه مازال هنايا تاني الاجنحه. المهم راني معاكم خطوه بخطوه ونفهم فيكم ان شاء الله برك يكون عجبكم الفيديو. اللي وصلت هنا البنات ندير لي جام، ما تبخلينيش من الجام. هنا راني قاعده نخلط فيها البنات ونحاول كيفاه نخرج منها الهواء. اذا تحبي تستعمليها على مره ديريها كيما هك، اذا تحبي تستعمليها على مرتين قسطيها كيما هكا البنات، من بعد تجيك ساهله ساهله. كي تجبديها من الكونجيلاتير تجبدي الطرف هذاك والاخر هاو قاعد هكا ويتنظم لك الكونجيلاتير. هنا عندي كميه اخرى من اللحم او الدجاج المرحي. هنايا شوفوا بصل ثوم شابلير معدنوس. راح البصل ديما والمعدنوس يكون عفوا البصل ديما يكون البنات معصور تعصروه لانه الدجاج راح زيد يسردوا بزاف وما يجيش مليح. هنايا نعجنهم وراح ندير كريات تاع الكفته تاع الدجاج او تحبوا ديروها شغل كفته هذيك تاع الدجاج البيضاء، تحبوا ديروها كاضافه مع اي صوص بلانش، مهم تستعملوها في اي حاجه.
أنا الكمية البنات درتها قليلة برك قلت لكم هكا باه نعت لكم قداه من حاجة، يعني مش ندير لكم حاجة ولا زوج، درت لكم قداه من طريقة تستعملوها في قداه من وصفة. هنايا في هذه ريسيبيون حطيت شوية زيت، شوية داك الماء تاع البصل اللي كنت نعصر فيه قبل ما تسيحوهش، حطيت التوابل فلفل كحل، التوابل تاع الدجاج، راس الحانوت، الفلفل الأحمر، العكري، الحار، المهم الملح. وهنايا راح نحط تحبوا تحطوا العسل، انا حطيت دبس التمر او الرب التمر. حطيت قطعه من الزبده، وراح ندير هذه الماريناد اللي راح نتبل بها الاجنحه تاع الدجاج، وتجي يا البنات واش نقول لكم روعه روعه روعه. خلطها مليح مليح كما شفتوا هكا بهذيك الزبده تخلط معاهم. والماء تاع البصل هذا قلت لكم بنات جامي طيشوه، سحقوه في الماريناد كيما هكا يجي ما شاء الله. هنا جبت هذا الدجاج تاعي بعد ما نظفته عقبته على النار وكل شيء، قسمته على نص كيما هكا، ونروح نحطه في هذيك التتبيله باه يتشرب مليح. متنساوش الثوم يا البنات في التتبيلات لازم يكون الثوم لانه يعطيها نكهه مليحه. هنايا خلطتها مليح مليح، نخلطها بيديا هكا باه تقيس الأطراف كامل. تحبوها حمرا أكتر حطوا فيها طماطم ولا حطوا فيها الفلفل العكري. هذا هي نخلط مليح مليح كيما شفتوا، ونغطيها ونحطها في الفريجيدير تبات ليلة كاملة ولا تقعد ساعتين. المهم تعودوا راح ديروا تحضيرات كبيره كيما هكا، من الاحسن يوم تنظفوا فيه، مثلا جبتوا القضيه تاعكم العشوه تنظفوها في الليله هذيك، تحطوها في الفريجيدير من تحت تنشف مليح. في الصباح مثلا تشبلوها مع العشوه خلاه تحطوهم كيما هكا وتخبيهم. انا برك مع التصوير يا البنات، ولازم نصور لكم بدقه، انتم تشوفوها سهله بصح راهي واعره يا البنات. المهم وديما حاولي كيفاه تنظمي وقتك باش تعرفي تسيري امورك. هنا بعد بات ليله كامله جيت نخبيها في الاكياس هذوك، قسمتها على زوز اكياس هكا باه نجبدهم. هذه تحبي ترافقيها مع بطاطا كوشه، تحبي ديريها وحدها في اكياس الشواء وتحطيها مع وسموه ترافقيها مع بيري، مع بطاطا مقليه، مع روز. المهم هنا نكون كملت معكم التحضيرات يا البنات، وهنايا نص كان في الكونجيلاتير ونص جديد. المهم هذه الكريات، هذه هادوك الرولي تاع الدجاج، وهادوك اليقطينات. هذا الدجاج ما فيه والو مقصط برك كيما هكا. هذاك ليكويس فارسي، هذا من أجنحة متبلين، هذه الشاورما متبلة تاني. وهذوك البنات راهم، وهذا دجاج مكعبات برك تحطوه في الكراطة تاعكم. وهذوك اللي يجيو مع الفخذ هذاك البنات العظم هذاك، تحبوا ديروا به لي سوب، تحبوا ديروا به مرق تاع الدجاج، المهم كيما حبيتوا. هذه هي التحضيرات تاعي قليله بصح فيها متنوعه، ان شاء الله تعجبكم. ما تبخلوش يا البنات من الجيم والبارطاج والاشتراك في القناه، ويلا سلام.